يا أهلا بكل المشاهدين وبكل متابعي بودكاست تحويسة وين ما كنتم. رحبوا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج احكي سياحة. في تقديمه لكم اليوم أنا شيماء قشيح، وما رانيش وحدي وإنما حاضرة معي ضيفة متميزة حبيتها وتابعتها عبر مختلف المنصات الاجتماعية. بلا ما نطول عليكم، مرحبوا معي بالبشوشة المتألقة الإعلامية وصانعة المحتوى نورة مهرية. أهلين نورة، نورتينا بحضورك اليوم. يعيشك ربي يحفظك، والله شكرا على الاستضافة نتاعكم. صافي بليزير راني هنا. نورة، هذه أول حلقة للبرنامج. لربما كاين بعض المشاهدين يستفسروا ويحبوا يتساءلوا شكون هي نورة وواش دير. نورة مهرية جزائرية، صانعة محتوى وإعلامية، أصنع محتوى حول السفر والتطوع. التطوع بديته من كان عمري 8 سنين، ما قدرتش نشوف نفسي أني بعيدة عن هذا المجال أيضا. في نفس الوقت نحب السفر من سبب أنه العالم كبير وواسع فلازم نكتشفه. اللي تبع نورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشوفوا بلي هي إنسانة تحب السفر، كثيرة الترحال، تحب المغامرات. احكينا عن بداياتك في هذا المجال وكيفاش تكونت لك الفكرة أنه تشاركي متابعينك هذه التجارب خصوصا في المجال السياحي. طيب، ممكن أنه ما نقدرش نجبد نفسي من عن عائلتي، فالعائلة تاعي هي اللي علمتني كل شيء وهي اللي أسست فيه كل شيء، فهي اللي تعلمت منها التطوع وهي اللي تعلمت منها السفر وحب الترحال. الحمد لله أنه من اللي كنا صغار حنايا كنا الوالد تاعنا دائما ياخذنا ويديرنا جولات، تقريبا مفترض الجزائر كلها درناها في 48 ولاية ماشي 58 ولاية. فكنا درنا الجزائر كلها لله الحمد، يعني من اللي كنت صغيرة أنا كل مرة نسافر في كاش ولاية نروح الولاية. في السياحة الجزائرية الداخلية عملناها ولله الحمد. من ثمك بدأنا رحلات العائلية، كنا لتونس، ليبيا وغيرها بعض الدول. وانطلقت من هذا الشغف اللي اكتسبته من العائلة، يعني حبيت نكتشف أكثر العوالم الأخرى ونشوف ونسافر، إضافة إلى السفر التطوعي اللي هو يعني نروح للناس دول مختلفة وجديدة ونحب نكتشف حياتهم، الجانب الآخر مش فقط الجانب اللي يكون واو أنا رايح مثلا 5 نجوم ورايح حياة رفاهية وأستمتع وكذا. لا، إحنا رايحين باش نعاني جزء من معاناتهم اللي يعيشوها حياتهم اليومية. مثلا النهار اللي رحت بوركينا فاسو كنا في رمضان وكنا صايمين، مم. ورحنا وقتها باش نعاونوهم في حملة خيرية، وزرتهم وانصدمت فعليا كيفاش كان الناس عايشة. يعني كان الموضوع بالنسبة لي صدمة، مم. انه تكتشف كل العوالم، تشوف الناس كيفاش هي عايشة، تحس بيهم، تعيش حياتهم بعضها. إن كان 0.1 يعني يمكن مم. نقدروا نعيشوها هذيك اليوم. في النهاية هم كانوا يعيشون في أكواخ وأنا كنت في نهاية اليوم أرجع إلى الفندق، فلا أستطيع أن أقول أنه كنت عشتها أصلا. لكن فعليا أنه تكتشفي الأشياء كثيرة أنه في العوالم أنه كيفاش تشوفيها يعني. فكانت هذه الرحلات التي بدأت من الجزائر إلى خارج الجزائر. رأيت بلدي ثم رأيت بعض الأماكن حول العالم، ما زلت أأمل أني أكتشف دول أخرى، أبحث عن أشياء أخرى. لو تلاحظي أغلب سفراتي هي تكون للدول العربية مم. أكثر شيء أو دول إسلامية. وإذا ذهبت إلى دول غير مسلمة دائما ما أبحث عن المسجد، ودائما ما أتكلم عن المساجد وأتكلم عن الإسلام. حتى خلال زيارتي إلى روسيا ذهبت إلى الشيشان، كنا في رمضان، أنا قلت لازم أذهب إلى الشيشان. بحثت عن عائلة مسلمة شيشانية، ما حبيتش نقعد في فندق، قلت لهم لازم أبحث عن عائلة شيشانية تستضيفني. ومع تواصل من هنا وهنا، معارف وأصدقاء وكذا، الحمد لله لقيت عائلة شيشانية. ذهبت إلى هناك واكتشفت كيف يعيش المسلمون في الشيشان، وعشت معهم 3 أيام. كانت من أجمل التجارب التي عشتها، أنه تشوف إخوتك في الدين كيفاش عايشين، وفي في دولة أخرى دولة أخرى غير. مختلفة. مم. في دولة ممكن نقدر نقول الشيشان مدينة مسلمة أو دولة مسلمة ولكن برغم ذلك أنه تعرفي أنه روسيا والنمط كذا. مم. لكن لما تذهبي إلى الشيشان وترى المسلمين كنت جدا سعيدة. خلال كل رحلتي اللي قضيتها ذيك المرة، آخر مرة في روسيا كانت تقريبا شهر، كانت 3 أجمل أيامي في مم. روسيا صراحة. يعني كانت أنه تشوفي عائلة مسلمة لا تتشاركي معها لغة، ما تتشاركيش معها ممكن ثقافة، إلا أنه تتشاركي معها دين. وكانوا جدا فرحانين بي، يعني استغفر الله، حسيت روحي نبي بينهم. جابوا لي جيرانهم، جابوا لي اصحابهم فرحانين بي مكبرين بي، يقولوا لي اقراي القران، وحايرين كيفاش نهضر اللغه العربيه، كيفاش نقدر نقرا، كيفاش نقرا في القران. كانوا جدا مبهورين من هذه النقطه. وفعليا يعني قدسوني لهذا الشيء. يعني تقول لهم يا جماعه الله يهديكم يا جماعه، عندي اخطاء في التجويد، عندي كذا عندي كذا، ولكن هم فعلا كانوا يقدسوا هذا الشيء، كانوا يعظموه. مم. حسيت بالترحاب كأني وسط أسرتي، وتقول لهم أنتم أسرتي الثانية يعني في روسيا في الشيشان. فعليا أن تشوف تجارب، تكتشف عائلات، تكتشف حياة أخرى.
والحمد لله لو تلاحظي أنه خلال سفراتي كل دولة نحب نحكي عن المساجد، ما نحبش فقط نحكي عن الأكل وعن الملابس وعن كذا، هذه العادات جانب جيد. والتقاليد هذا جانب جيد ونحب نكتشفه ونحب نعيشه، مم. ولكن أيضا نحب أن في كل بلد يعني نذهب إلى المساجد، أذهب إلى المتاحف، أتحدث عن أشياء معينة لأنها تمثلني. ما نحبش فقط نركب الترند في السفر يعني. مم. أوكي كلنا نعرف لما نسافر ونحكوا عن أكل معين راح نضربه ترند، لما نروح نحكوا عن كذا راح نضربه ترند. صح صعب أنه تروح تحكي عن مساجد، مش دائما المساجد الناس تستهوي هذا الشيء، لكن نحب نديره هذا الشيء يعني، ما نصنعه لنفسي لأني أحب مم. هذا الشيء. مم. فاللي يحب يكتشف راح يشوف وراح يتبع، واللي ما يحبش بلاك يمكن أنه يشوف نظرة مختلفة من النظرات التي أراها في بيوت الله في حول العالم، ويحب الشيء يعني نحبه أنا أيضا، نشارك حبي معهم وشغفي معهم. فهذا الشيء دائما ما أحب أن أزورها، سواء أبحث عن الإسلام في كل دولة أزورها يعني، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. مم. بما أنه زرتي العديد يعني من الدول حول العالم، احكينا يعني كيفاش تكون ردة الفعل أول ما يعرفوا أنه أنت سائحة جزائرية من الجزائر؟ والله شوفي، كاين دول ما يعرفوش الجزائر حقيقة يعني مع الأسف. ممكن نرجحوا هذا الموضوع نقصهم المعرفي، ممكن نرجحوا هذا الموضوع نقصنا في الترويج عن بلادنا، مم. وهذا أيضا له دور كبير. أيضا في نفس الوقت فيه بلدان يكونوا يعرفوا الجزائر ويحبوها. مثلا اكزامبل لما نروح اكزامبل رحت العراق، مم. كي رحت العراق نقول لهم جزائري تعالوا شوفين كيفاش رحبوا بي بشكل مش طبيعي. يعني من أجمل التجارب اللي فعلا عشتها كانت العراق. العراق كانت دولة عملت لي صدمة يعني تجربتي خاصة نكون جزائرية جزائري فرحوا بي للسما، كانوا فعلا مم. يكرموني يفرحوا بي، يا هلا بك الجزائرية انت في بلدك، حياك الله انت في بلدك الثاني وكذا. فعلا حسيت بكرم وترحاب فقط لانه اقول انا جزائرية، ترى انا جزائرية. عموما كل الدول العربية المسلمة يعرفوا الجزائر، مم. يحبوا الجزائر، يحبوا الجزائريين، وهذا شيء لاحظته الحمد لله، لانه سمعتنا طيبة، سمعتنا يعني في المستوى أو في الوسط الدول العربية المسلمة عربي. سمعتنا طيبة ولله الحمد، سواء كشعب سواء كدولة، مم. في مواقفنا مشرفة. فهذا الشيء عزز من قيمة المواطن الجزائري لما يسافر، مم. لما يكون سائح في دول معينة. ففعليا لما فقط تقول له جزائري يفتخر انه جزائري، فرحان بيك، انت جزائري حياك الله انت في بلدك الثاني. ما شفتش صراحة ولا تقريبا مواطن عربي زرته في دولة ونظر لي بنظرة دونية أو نظرة يعني فيها استحقار أو كذا، بالعكس دائما يشوفوني جزائر يعني جاءت بلاد الشهداء، مواقفها دائما مواقف قوية في المجتمع أو الدول مم. العربية المسلمة. فالحمد لله دائما تؤيد الوحدة وتؤيد اتحاد الدول العربية. فهذا الشيء دائما يجعلنا عند مواقفنا المشرفة سواء كان السابق أو حتى الآن، خلى الناس تنظر إلينا بموقف الجزائر في نفس الوقت فخر. في نفس الوقت أنت لما تروح هم يحبوك، يحبوا أنه أنت إنسان محترم، أنت إنسان مش مؤذي، أنت إنسان مش حتجي تعمل شيء مش منيح. فهم فرحانين بهذا الشيء يعني. فلمسته في كل زيارتي بطريقة أنه هم يحبونا، يفرحوا بينا، يكرمونا، يفتخروا بينا، ونروح أهلا حيا الله الجزائر. خاصة لما زرت مثلا مخيم الفلسطينيين في لبنان، كنت في زيارتي في لبنان رحت المخيم، حبيت نروح للمخيم وقتها يعني في حرب اللي راهي صايرة الآن عن غزة، فرج الله كربهم. فالفكرة أنه حبيت نزور كلمحة من التضامن، أنه أنتم مش وحدكم يا جماعة. فرحت لبست الثوب الفلسطيني ولبست العلم الجزائري فوق الثوب الفلسطيني، ومشيت في المخيم. الناس تعالي يشوفيهم ونمشي الجزائر. فالناس فرحانين بيا. كان واحد يبيع القهوة في الطابلة زعما يبيع ويمشي، وقف ومد لي قهوة إكرامية، قال لي هاكي إكرامية، زعما أكرمني، زعما هذه رزقته يعني، نقولوا هذا مصدر رزقه والله أكرمني هكا، قال لي هذه إكرامية. قلت له لا هذه إكرامية ما خذيها هذه، فقط لأنه ضيفتهم من الجزائر جتهم إلى المخيم. الناس كانت فرحانة بي وعرضوني العرس كان عرس فلسطيني يعني كنت وقتها ما بقاليش ونسافر، قلت لهم مع الأسف ما قدرش نحضر، لكن عرضوني الحنة تاع بنتهم واحدة، كانوا شافوني لابسة أرواحي جيت هضرت معاهم وكذا، قلت روحي عندنا عرس جي الحنة تاع بنتنا.
ما قدرتش نتلم عليش مرة أخرى إن شاء الله. فالفكرة أنه بالعكس كانوا يفرحوا بينا، يفرحوا كنشوف علم الجزائر. وبتلاحظ يعني دائما كل دولة نسافر لها نحب نحط علم الجزائر إضافة إلى علم الدولة اللي راني فيها. نحب نبين أنه أنا من الجزائر يا جماعة، هذه الجزائر. فأنا نشوف روحي مثل بلادي في كل دولة نسافر لها، في كل فيديو نصنع فيه فأنا أمثل الجزائر بشكل أو بآخر. فنحب دائما نضع صورة حسنة للجزائر، سواء كنت في سفرة أو في تجربة عشتها أو مع ناس عايشتهم. مانيش نشوف روحي مثل نفسي، نشوف مثل بلادي. بما أنه أنت يعني صانعة في المجال السياحي، أسكي تشوفي أنه هذه الصناعة تروج لبلادنا، يعني تروج للسياحة في بلادنا؟ كيفاش تقيمي يعني الصناعة السياحية في الجزائر؟ والله شوفوا، يعني نكونوا بكل شفافية باش نقدروا نحسنوا مروحنا. ما نقدروش نجوا نهضروا بشكل واو 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 موضوع كامل نعرفه. انه في الجزائر عندنا بعض الاشياء اللي نقدر نقولوا معيقات. معيقات نقدر نحكوها معيقات ماهيش طبيعيه، لان احنا عندنا مناظر طبيعيه خلابه بزاف دول ما عندهمش. هذه المعيقات تشوفيهم من ناحيه الامكانيات ولا من ناحيه ثقافه المجتمع؟ الامكانيات اللي نقدر نهضر عليها امكانيات ماهيش طبيعيه، امكانيات ماديه صح التعبير. يعني من ناحيه مثلا مشاكل إدارية في الفيزا إكزامبل، إحنا من أصعب الدول حول العالم في تقديم الفيزا. صارنا ترند في هذا الموضوع. يعني أصعب دولة في العالم في الفيزا الجزائر. وين ندور نشوف هذا الفيديو يعني كل الناس صارت عملتنا محتوى كل المكان يعني. وهي حقيقة يعني لأنه الناس مصدومة. أيوة الآن الواحد يأخذ فيزا الجزائر بالنسبة لي إنجاز. يقولوا لي أصحابي يحبوا كلهم يا جماعة تطلبوا لي استغفر اطلبوا لي الجنة تطلبوا لي فيزا فالموضوع يعني فعلا جدا صعب انه واحد يحصل على الفيزا الجزائرية. نتمنى انه يخففوا هذا الشيء ويفتحوا الموضوع من الجانب الامني وكذا. لازم يتخذوا اجراءاتهم، لكن مش لدرجه انه يتم غلقها على كل الناس بشكل انه صعب فعليا. باش تدي فيزا الجزائر موضوع مش سهل. واحد ادى فيزا الجزائر يحق له ان يفتخر الى من هنا العام، دار انجاز كبير انجاز كبير. يحكي من هنا العام انا اديت فيزا الجزائر حقه بس كان فيري صعيبه. ففكرة أنه أيضا هذه من ناحية مثلا المرافق. ما عندناش بزاف مرافق. إكزامبل تروحي مكان شلال رائع في مكان في جبل هايل، تشوفيه تقول يا سبحان الله سبحان من خلق هذا. تشوفي ذاك المنظر اللي واو، فيه ولا مرفق عمومي، ما فيش طابلة نريح فيها باش نشوف هذا المنظر. ما فيش مثلا إمكانية أنه مع الأسف الشديد بعض المواطنين أو اللي نقولوا السياح عندهمش ثقافة السياحة. أنا نحافظ على البيئة نتاعي لأن هذه بلادي أولا، ونحافظ على المكان هذا لأنه هذا إرث لي ولولادي ولاد ولادي لازم نحافظ عليه، هذا تاعي. يعني كل واحد يحس بالمسؤولية تاعت هذه الأرض اللي راهو فيها لازم يحافظ عليها. فتخيلي تروحي تشوفي الوسخ في كل بلاصة. ممكن ما كانش سلات تاع ونرمو بصح كمان يعني ما نشوفش بلي هذه حجه انك ترمي في الارض. تقدر تلمها في ساشيه وتديها في الطوموبيل تاعك كيما جيت تديها معاك وترميها في لابوبيل او لابوبيل تلقاها. ماهيش سبه باش نقول والله ما كانش، بصح نقول لازم يكونوا سيدي اوكي ما نلقى ماهيش سبه نشوف انا مهما كان ماهوش سبب انك ترميها. في نفس الوقت ما كانش اكزامبل ما كانش يعني شغل ما كانش مرافق انما موت تحط تستثمر باش هذيك تولي قطب سياحي اكبر الناس تجي وتعيش فيه. اكزامبل لنفترض انه كي تشوفي تركيا بحكم اني عايشه هيك تشوفي اماكن جدا عاديه لكن يتم وضع فيها اشياء انصدم. يعني يا سبحان الله يجبدوا منك الدور ويجبدوا منك الدور بطريقه عندهم واحد الثقافه لازم تعلموا منهم كيفاش يجبد منك الدور عقلك يحبس، خاصه في الاماكن السياحيه من حاجه بسيطه جدا يقلبوها واو. اكزامبل واحد الخطر طلعنا في واحد في ريزا مدينه جميله جدا صراحه، وما نقولش بلي كان مناظر تشبه في ريزا تشبه اللي عندنا احنا عندنا منهم بصح هما مثلا اهتموا. اكزامبل طلعنا واحد الخطره للجبل، طلعنا الفوق في ذاك الجبل وش نشوفوا زعما الجبل الفوق باش توصلي مع السحاب. وعندنا هذا ثاني في الجزائر ترى عندنا مناطق عاليه جدا توصل انت والسحاب تشوفوا تحتك يعني كاين يعني ما كاينش حاجه ما كاينش في الجزائر وهم عندهم. تطلع ذاك المستوى بعد ايش تلقى انه دايرين رجوحه دايرين يعني دايرين حوايج بزاف باش تصور فيهم باب تفتحوا زعما وتدخل تصور عجله تصوير تلقى اكتيفيتي تعيشهم. تلقى هذيك الارجوحه اللي تطير فيها هكا مع الهواء اشياء بسيطه خدمينها. تلقى دايرين بابور زعما باش تصور وانت عند السحاب وتخلصهم دراهم
تخلصها من الدراهم. تلقى فما وانت تاكل بلاصه ما فيها لا ريزو، ما فيها والو، بمعنى اتمي ما فيها والو، فيها غير سحاب وربي يسخر الله زعما هذيك والناس دايره فيها الماكله، دايره فيها هذيك الفقاعات زعما اساس تاع البلاستيك باش تدخل داخل تكون فيها النار والدفا وتشوف اشياء خياليه. في اشياء ما بسيطه جدا يقدر اي واحد يقدر يديرها، يستثمر في ذاك المكان ويدخل دراهم. في نفس الوقت السائح انه يجي يلقى تسهيلات، يلقى انه وين ياكل، يلقى انه وين يريح، يتمتع، يقدر يتصور في اشياء بسيطه ممكن تكون اضافه مثلا نوعيه. يهتموا شوية. هذه نقدر نقول أنه ممكن حتى الناس تهتم بهذا الجانب. المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين اهتموا أيضا بهذا الشيء، أنه استثمروا في هذا الشيء. يعني مش ضروري أنكم تروحوا تستثمروا في أشياء كبيرة، تقدروا تستثمروا في القطاع السياحي مثلا، تقدروا تشتروا فندق وتطوروا فيه وتخلوا في منطقة معينة أنه الناس تجي. عندنا بزاف مثلا ثقافة أيضا المواطن. مع الأسف الشديد قلنا أنه في ناحية الحفاظ على الأشياء ما كانش، وأنت تمشي تلقى القمامة مع الأسف الشديد مش كل المناطق ولكن كاين. اكزامبل مثلا ايضا بعض الناس ما عندهاش ثقافه انه يشوفوا مثلا، لنفترض انا كزبون لازم تكون عندي سيرفيس عالي. اوكي، يعني مش ضروري يكون عالي عالي بمفهوم عليك، ابجديات السيرفيس ما كانش. فالناس تجيك تتشنف عليك مثلا، لازم نضحك في وجه الكليون تاعي، نضحك في وجه السائح، ديما نبتسم له. المعامله الجيده لازم تكون موجوده. هذه ثقافتنا احنا. وش تحوس روح اجيب له يعني وخلاص. لازم هذيك الابتسامه الطيبه. اكزامبل احنا مثلا في بعض الفنادق تجيب قشك يخلوها لك في الريسبسيون، ما يطلعوا لكش الغرفه، يقول لك طلع لك قشك الباكاج تاعك، طلع وحدك مثلا. نو هنا ما مو في الثقافه تاع الفنادق، لازم تطلع القش عادي جدا. انه اذا طلب منك خدمه هذه تطلعها الغرفه تطلعها، ما كاش عيب يعني. بصح احنا تحسسوا بهذه المواضيع يعني كل شيء على المعامله. بالضبط، لازم تكون معاملة معينة، لازم يتم تدريس اللي يخدم في السياحة بالضبط بشكل أكثر يمكن مهنية أو أكثر تركيز عليهم، كيفاش يقدروا يخدموا القطاع هذا بأحسن ما يجب. وفي نفس الوقت أنه الجزائريين لازم يعرفوا كيفاش يحافظوا على المناطق تاعهم السياحية والبيئية، وبلادهم هي رقم واحد. لازم كل واحد يكون عنده حس وطني عالي، يحس أنه هذه دارنا الكبيرة، ماشي أنا نجي نوسخ. علاش قال لكم هاي برا ماشي داري، خطينا اخطا راسي يعني، ماشي داري واخطا راسي، لا هذه دارك، هذه دارنا، دار ولادنا، هذه بلادنا، هذه امانه جدودنا. لازم نحافظوا عليها، لازم نحافظوا على المناطق اللي فيها. في النهايه اذا انا ما حافظتش عليها اليوم والجيل اللي بعدي ما حافظش عليه، الجيل اللي بعدنا مش حيلقاه. هذه حقيقة يعني، وتمثل يعني المواطن الجزائري يعني. اكزاكت. فلازم انه يكون عندنا اهتمام اكثر من ناحيه انه بلادنا. لازم كل واحد باش نرمي هذه، لا زعما نكون نرميها في داري نقبل ما نقبلش. اكيد نحب داري مسقم، هذه ثاني داري لازم نتهلا فيها، هذه امانه يعني. هذا الشيء لازم يكون موجود باش نقدروا نحافظ على المناطق السياحيه من ناحيه العقليه ومن ناحيه الامكانيات. وفي نفس الوقت كاينه حاجه لاحظتها، انه اكزامبل انا كي كنت نخرج للخارج نصور براحتي، ما عنديش حساسيه مع اي انسان. مش فاش روحي باللي كنت نصور وعيطوا عليا الغاشي، ما تصورش جامي نجي هنا نصور باش نصنع محتوى، نسمع بسم الله نسمع العياط، يبدو يعيطوا عليا. نصور بشكل عام، مانيش نصور في شكل يعني كون صورك انت بشكل شخصي ممكن نأذيك، بصح نصور في شارع عام الناس رايحه وجايه، مش نصور في شخص واحد ونسمع العياط مبالغ فيه. قادرة توصل لي المعلومة إني ما نصوركش بهدوء ونحذف الفيديو بهدوء وانتهى الموضوع. بصح المبالغة في الصراخ والنرفزة والعياط ونتهرب للكل، يعني نقول أنا جزائرية وداروها. تخيلوا كان مثلا هما، لأنه بزاف ناس مش متعودة على السياح، فلما يشوفوا واحد نفترض مواطن عربي ماشي جزائري يجي يصور بنيته يعيطوا عليه بذيك العياط، لأنه مثلا ما هدرش، نفترض ما هدرش، مش معروف هو شكون، شو ردة فعله. يدي نظرة سيئة جدا. بالضبط. فمليح انه نعرف كيش نهضروا مع الناس، نوصلهم انا مش حابب تصور حقك، لكن وصلها بمعلومه هاديه بالعياط، بلا نرفز، بلا قلق وذاك تنرفي وكذا، عادي بهدوء. ما تصورنيش اختي، معليش الفيديو اللي صورتيه هو اللي احد فيه، انا ما نحبش نبان الى العين والراس باش تعيط وكذا. ما وعادي ترى انه الناس تصور شيء بشكل عام، ما هيش تركز على عبد ولا حاجه، فنشوفها انه اتس نورمال، والله اعلم. فهذه لازم انه في بعض الذهنيات في قطاع السياحه كموظفين، او بعض الاشياء اللي تكون في يعني عموما المواطنين انه لازم يفهموها، خاصه انه يحافظوا على بلادهم، يحافظوا على الارث اللي راهو عندنا. عندنا بزاف اماكن لازم يعني لازم نتهلاو فيهم ونقدروا نستثمروا فيهم يعني.
أنا نقول أيضا إنه الدولة تستثمر فيها من ناحية المرافق وكذا، ولكن ما نقعدوش دائما نقولوا الدولة توفر لنا. إحنا ثاني نقدروا نغيروا الفكرة، إنه نستثمر إحنا نديروا بزنس في هذاك المواضيع، سواء كان عندك دراهم أو ما عندكش. تبدأ بأشياء بسيطة. يعني قلت لك والله كنت نشوف في أشياء، يعني تخيلي بابور مكسر، اي قال لك طلعوه من تحت للفوق مش يحطوه مش يصوروا فيه الغش يربحوا دراهم. فتخيلي الفكره كيفاش، يعني انه تقدر تجيب حاجه مثلا تقول هذه مرميه من الناس ما تحتاجهاش، نهزها اعاده تدوير ونحطها في مكان وندخل بها دراهم. فتس نورمال. خلينا نحكيو على الصحراء الجزائريه. اوكي. لم يتم التركيز عليها بالرغم من انه قدرت تجذب العديد من السياح، وأيضا العديد من طواقم العمل لتمثيل مشاهد لأفلام ومسلسلات عالمية. كيفاش تشوف يعني وجهة نظرك من هذا الشيء؟ بون أنا بالنسبة لي قريت واحد المرة العام اللي فات، قريت أرتيكل يحكي أنه الجزائر طورت أو فتحت وتطور أكثر عن ناحية السياحة الصحراوية والتسهيلات اللي راهي تدير فيها، من حيث أنه حاليا راهي تقدم الفيزا عند الوصول بالتعاون مع وكالات سياحيه، مش هي ورواح، يعني لازم تكون عندك تنسيق مع وكاله سياحيه. يقولك والله الجزائر ديز روحي راح للصحراء وقالك لقى روحي وين وكاله اللي جابتك اصلا ما يخلوش، لازم ورقه. فالفكره انه يعني في تسهيلات كثيره راهي تقدم حاليا في السياحه الصحراويه. الفيزا للصحراء الجزائري تقدم بشكل نقدر نقولوا فيه قفزه نوعيه، انه من اصعب فيزا في العالم. ويعرفوا يسموا هذه لانه في فيزا صحراويه دوك ينحوا هذا الفيديو مش كاين. فالفكره انه لا، الجزائر تقدم في بعض التسهيلات حاليا وتركز على السياحه الصحراويه. وشفت قريت ارتيكل انه في 10 مليون سائح اجنبي دخل الى الجزائر عن طريق السياحه الصحراويه كم سنه في يعني مش كثير سنوات. فبالنسبه لي هذه قفزه نوعيه، انه تخيلي من انه سياحه منعدمه تشبه منعدمه تقريبا في الجزائر، فجاه 10 مليون سائح اجنبي، عدد كبير مش قليل، ودخلوا للصحراء مستهدفين الصحراء. فحاجه مليحه انه نشوف انه لا، الجزائر تقدم الان وتسهل في في الكثير من الاحيان الاشياء من اجل انه تروج اكثر للسياحه الصحراويه في الجزائر. فنشوف انه في تسهيلات معينه تقدم وفي تركيز معين يقدم، ولكن نحتاج فقط الى انه نهتم بالمرافق اللي هي لازم تكون اكثر امكانيات، اكثر مرافق اكثر ممكن. السياحة الصحراوية للناس اللي تروح من أجل التخييم، من أجل التعرف أكثر على مثلا طاسيلي وغيرها، فلا بالعكس في كثير ناس تروح وتكتشف ويعجبها الوضع. موضوع السياحة في الجزائر كي نطرحوه في نوع من ما جاوبتش نقطة أنه علاش ما عندناش إمكانيات أنه في مسلسلات وأفلام تعرض. يعني شفنا في فيلم مؤخرا بدون ذكر اسمه صور في الجزائر جزء منه. ممكن بالنسبة لي أني نشوف أنه موضوع التصوير داخل الجزائر لازم تراخيص. فموضوع التراخيص هذا إشي ثاني. يعني دائما أنه أنتوا وش حتصوروا لازم يبحثوا عليه مليح كذا وكذا. أنه تخيلي يجي يقول لك أنا راح أصور فيلم معين ويدخل لك الجزائر ويصور حاجة أخرى خارج ترخيص للده، من بعد تلقى روحك تتصور. فهذا موضوع شوي حساس. وأظن أنه هم ما همش حابينهم يعطوهم هذا الفتحة باش ما يديروش مشاكل أكثر، يعني فهمتي. فنشوف أنه هذا الناحية بلاك والله أعلم، يعني من ناحية أمنية أكثر، من ناحية حفظ، أنه لازم يتأكدوا هذا مش كون فعلا راح يصوروا هذا الشيء ولا لا. فممكن يستخدموا هذا الشيء آخر لك صورناها في الجزائر، يعني ممكن تسبب أزمات دبلوماسية وتسبب مشاكل وكذا. فهذه الفكرة، أنه نحس أنه موضوع حساس نوعا ما. فبالعكس انه ليهم الحذر ولهم الحق ان يحذروا يعني في الموضوع. فنورمال انه ما يكونش تصوير افلام كبيره وكذا في الجزائر، لكن هي لازم يكون باختيار دقيق وشديد. هنا موضوع السياحه في الجزائر ربما كنت طرحوه كاين نوع من الارباك بالنسبه لصناع القرار. اسك تشوفي خصوصا انه كاين فئه من الناس تقول لك بلي انه احنا كي نفتحوا على السياحه راح نتخلاو على بعض المبادئ والركائز تاع بلادنا. اسكو تشوفي انه هذا التخوف راه في محله؟ شوفي السياحه فيها سلاح ذو حدين، تمام. وانا نشوف عن نفسي رايي الشخصي، مش رايي انه لازم يؤخذ به يعني، لكن رايي الشخصي انه احنا في امكانيه انه نعرفوا كيفاش نوجهه، تمام. لانه مثلا في دول بدون ذكر اسماء تعتمد، علاش احنا خايفين منها السياحه بكل صراحه؟ لانه فيه اشياء تقام خارج عن ديننا وخارج عن عاداتنا وخارج عن اشياء وتنازلات كبيره جدا، بينها السياحه الجنسيه. لكن لما تحكي عن دول اقتصادها قائم على السياحه، فهي مضطره مع الاسف الشديد باش تاكل عيش كما يقولوا خوتنا المصريين، باش ياكلوا عيش. فهي مضطره في بعض الاحيان انها تتنازل عن
عن أشياء من أجل أن تكسب السياحة تاعها، تكسب هذيك الدراهم للجهة. فهي تحاول أن ترضي السائح بأي طريقة، بأي طريقة. فتتنازل لدرجة والله عادي، يلا نازلنا كمل، المهم ندخل دراهم. بس هذه كمصدر قوت، هذاك قائم اقتصاد قائم على السياحة. لما تحكي عن دولة الحمد لله الذي أنه عندنا اقتصاد قوي، تقريبا ما نقولش قوي واو، لكن اقتصادنا راهو يمشي في نمو كبير الحمد لله. وعندنا يعني ماناش محتاجين إلى السياحة الحمد لله، أنه عندنا اكتفاء معين إلى حد ما. ما نحتاجوش إلى السياحة. السياحة بالنسبة لنا ليست مصدر دخل أساسي. مش هي اللي احنا كنت تقطع علينا السياحة، هي دليل قاطع. السياحة قاطع علينا كم سنوات وعايشين ولله الحمد. فبالتالي ما هيش مصدر دخلنا الوحيد ومش دخلنا الأساسي. فنحن نقدروا أنه أوكي احنا فتحنا لكم السياحة بس على حسابنا احنا، وش نحوسوا بشروطنا نحن، قصونا نحن. انتم حبيتوا تجوا على شروطنا، تفضلوا مرحبا بكم. مش حابين روحوا لبلايص أخرى، في كثير بلدان ترى توفر لكم. انتم مش حابين ما تجوناش. فهمتي؟ أو حتى لو هو يبحث عن هذه الأشياء، لما تجي للجزائر أنت اللي تحددي له الشروط اللي هو لازم يتخذها معين، ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا، تحترم العادات وتحترم تقاليدنا وتحترم كذا، وهاي الأشياء اللي مسموح لك وهاي الأشياء الممنوعة، يكون في رقابة معينة. صدقيني مش راح يقدر يتجاوز حده. يعني في النهاية هو خلاص هو قرر أنه يجي ويحترم قرارك. فهذه شروطك وهذه ثقافتك وهذا بلدك، وهو ضيفنا يعني. فهو لازم يتبع مال الدار وش يقولوا له. مش حيقدر يجي يقول معي أحب ندير وش نحب في بلادكم يعني في داركم، لا. فبالعكس أنا أشوف أنه في إمكانية أن نفتح السياحة وبدون أي تخوفات من أنه نخسر عاداتنا ونخسر تقاليدنا وكذا. ليش؟ لأنه إحنا في مصدر قوة، إحنا في نقطة القوة، مش هم. عادي يعني هم اللي محتاجين أنه يدخلوا. إحنا في الجزائر السياحة بالنسبة لنا حاجة زيادة، ما هيش بالنسبة لي نقطة أساسية تدخل مثلا. عادي بالعكس، عندك نقطة قوة أنك تتكلم وفارد كتافك يعني. على سيرة المبادئ، كانت عندك تجربة زيارة قطر تزامنا مع الحدث العالمي العرس الكروي مونديال الأخير. أسك شفتي أنه قطر بما أنه نظمت هذا الحدث العالمي الكبير تخلت على بعض المبادئ تاعها؟ لا بالعكس، كانت أكبر نموذج أنه مثال أنه قطر في كأس العالم أنه هي التي جعلت الناس تحترم قراراتها، لأنهم ضيوف عندهم في دارهم يعني. فهم اللي كانوا محترمين رغم كل شيء، وهم الذين خضعوا لشروط قطر. فبالعكس أنه هذا أكبر مثال اللي كنت نحكي فيه، أنه لما تكون أنت عندك نقطة قوة مصدر قوة، لما تفتح السياحة تفتحها على شروطك. ولما جاءت لكأس خالك حدث عالمي، كأس العالم يعني تخيل انت حاجه جامي صرات. احنا على بالنا باللي راه واش يصرا في الماتش، قبل الماتش واثناء الماتش وبعد الماتش كاع نسمعوا بيه. انا مالغري ما تباش بزاف الكره، يكفيني ليكيب ناسيونال تاعنا، ولكن على بالي بعض الاشياء والخبايا اللي نسمع بها. انه كاين مثلا مشجعين اول ما يخرج يروح ديريكت مول الحانه ولا البار ويسكر. فتخيلي هذا الموقف مش راش في قطر. تخيلي هذا الموقف، كم عدد من مليون انسان زار كاس العالم، مضطر أنه يخضع لقطر ويحترم قطر رغم عاداته اللي هو دائما يخرج من ماتش منه يروح منه، ما يقاش، لازم يحترم. الفكرة أنه أنت لما تكون في نقطة قوة راح أنت تجبرهم على احترامك، وبالعكس راح يحترموك خضوع للشروط تاعك. ما نشوفهاش خضع بمعنى خضوع أنه يذلوا ولا لا، نشوفه أنه هو أنت قوي، أنت إنسان، مش إنسان يعني أنت كدولة أو كهيكل أو كذا عندك قرار في يديك. فبالعكس أنا أحترم هذا بالضبط. ففرض احترامه، فرضت احترامك عليه، هو أنه راح يحترمك ويبجلك أكثر، أنه والله يعني يقدرك. بالعكس شفت كثير أجانب كنت نحكي معهم وسألتهم على هذا الموضوع، بالعكس كانوا فرحانين جدا بقطر وعجبهم الشيء اللي كان في قطر. والناس بزاف تعرفوا على الإسلام في قطر وتعرفوا على الثقافة العربية، وكانت نقلة نوعية لكسر الإسلاموفوبيا. يعني الناس كامل بزاف ناس في العالم الغربي ما كانش يعرف العالم الإسلامي أو العربي بشكل خاص. فلما دخل شاف قطر، شاف الثقافة العربية الحقيقية، شاف الثقافة الإسلامية الحقيقية، بعيدا عن التهويل اللي كان صار. بالضبط، بعيدا عن الإسلاموفوبيا والتخويف كذيك العولمة والبروباغندا اللي كان يصبح فيها العالم الغربي علينا. فشاف الحقيقة، شاف أنه متطورين متحضرين، مش كما هم
يروجون في أفلامهم والصورة النمطية أنهم إحنا مجتمعات بدائية أو همجية أو كذا. لا، يعني شافوا الشيء اللي راهو عكس تماما ما يقوله إعلامهم. فهذا الشيء كان نقطة جيدة جدا لنا إحنا ككل، ليست لقطر فقط، لنا العالم الإسلامي ككل يعني. بعيدا عن مونديال قطر وقطر راح نروح لوجهة أخرى اللي عرفنا منها نور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي دولة تركيا. احكي لنا يعني على تجاربك في دولة تركيا. والله تجاربي بديت مع تركي من سنوات، كنت نروح لها ايفنتات ونرجع يعني. وبعدين سبحان الله رحت استقريت فيها في 2018، وتجاربي معها جميلة جدا. تركيا يعني بالنسبة لي بلد جميل، وبلد يعني أخوي، أقرب لينا، عاداتنا وتقاليدنا إسلامي تقريبا ذات طابع. هو أنا عارفة أنه ما همش دولة إسلامية لكن ذات طابع إسلامي، فيها مساجد، فيها الشعب التركي قريب للشعوب العربية والإسلامية يعني. فتشوفي أنه فيه عادات مشتركة. في السنوات الأولى يعني كانت جدا رائعة، وما زالت تركيا جميلة، ولكن بعض الأشياء صارت خلال السنوات الأخيرة يعني نتمنى أنه تجتازها بأمان وبسلام، وأنه يحفظ ذلك البلد، لأنه فعلا بلد يستحق أنه يكون آمن. ولا شيء حصل. عبدو هذا ولا كيفاش نديرو؟ كملي خذي راحتك، خذي راحتك. اوكي، وكأن شيئا لم يحدث. عادي، تصرى هذه المواقف. تصرف. اوكي، على سيرة تركيا، شفنا مؤخرا العديد من السياح العرب نفروا من زيارة دولة تركيا. البعض منهم قال أنه هذا بسبب العنصرية اللي ثماك، البعض قال بسبب جشاعية الشعب التركي بمجرد أنه يعرفوا أنك سائح أجنبي. أسك تشوفي هذا الشيء صحيح؟ وأسك مثلتي نفس الشيء؟ شوفي، بحكم تجاربي في السفر شفت بلدان معينة، اكتشفت أنه مع الأسف الشديد يعني هذه حقيقة ما كلنا نهربوا منها، فهمتي؟ الدول التي السياحة فيها ما كانش، مثل العراق، مثل الجزائر، ممكن الكويت أيضا، لكن ما لاحظتش نفس الترحاب صراحة مثل اللي لاحظته في العراق. دول مثل الجزائر لما يجينا واحد أجنبي، لاحظي يعني في مثلا بعض السياح العرب أو الأجانب ينصدمون في الكرم الجزائري، إنه لا ما تخلصش، روح التاكسي خالص عليك والله ما تخلص. يتشاجروا معاهم إنهم ما يحكموش عليهم دراهم. ليش؟ لأنه إحنا مش متعودين على السياحة، فإحنا نشوفه هذا ضيف، وإحنا بزلنا في حافظين على الكرم. وإن شاء الله يا رب يبقى دائما هذا الشيء، يعني شيء جميل في الشعب الجزائري، الكرم هذا الموجود. وهذا الذي لاحظته في العراق، لأنه العراق ما فيهاش سياحة تقريبا، وبالعكس كانوا نظرة العراق خطرة وما تروحيش للعراق وكذا. أنا لما رحت للعراق انبهرت. أنا أعلم العراق أنا ليست خطر يعني، في بعض المناطق فيها شوية، ولكن أغلب المناطق كانت جيدة يعني. وأنا أعرف بحكم أنه في تركيا كان عندي أصدقاء كثر من العراق، فهم يحكوا لي على العراق وشفت صور وكذا، فعندي صورة الحقيقية عن العراق. لما كنت أحكي لأصدقائي جاتني دعوة باش نزور العراق، كيفاش رايحة العراق انتي، ما تروحيش العراق ومش عارف وشني، يعني هاجموني. العراق غير آمنة. حكيت لأمي انتي رايحة العراق، شو راح تديري في العراق؟ وش دك العراق، ما تروحيش ودي يسرالك. لا عادي، أنا على بالي وش كاين في العراق. ورحت للعراق، وفعلا كانت من أجمل التجارب اللي رحت لها. الشعب كان كريم جدا، وهذا اللي كنت حابة نحكيها لك. أنه الشعوب اللي تكون منغلقة عن السياحة تكون شعوبها كريمة. الشعوب المنفتحة على السياحة ومصدر رزقها السياحة مع الأسف الشديد تكون شعوب جشعة. مش تركيا فقط، هذا الشيء عالمي. تقدريش تاخذي حاجة ظاهرة عالمية وتركزيها فقط على شعب معين. فهذه ظاهرة عالمية، أنه أي شعب منفتح على السياحة فراح يشوف الأورو والدولار والعملة الصعبة وكذا، فراح يولي يحبوس أنه يأخذ أكبر قدر ممكن يعني. فهذه ظاهرة منتشرة. لكن من ناحية مثلا لنفترض أنه من ناحية العنصرية وكذا، خلال السنوات الأولى إقامتي في تركيا لم يحصل لي أي موقف عنصري أبدا. لكن خلال السنتين 3 سنوات الأخيرة، سنتين تقريبا، سنتين الأخيرة أو 3 يمكن، المهم السنوات الأخيرة تعرضت لي كذا موقف عنصري. أنا كنورة يعني تعرضت لمواقف بعضها عنصرية، ليست كثيرة، ولكن نشوف هذا الصراحة أنهم مواقف العنصرية تحدث في أي بلد، تمام. ولكن هناك بعض البلدان اللي نقدر نقولوا أنها عندها بعض الحرية في التعبير، لدرجة أنه في بعض الناس تركز أكثر شيء على هذه المواقف وتنشر هذا الشيء وتهول هذا الموضوع لأكثر مما يستحق. في بعض الدول تحدث مواقف عنصرية أبشع من ما يحدث في تركيا، لكن لا نسمع عنها شيئا، فتمر مرور الكرام. فالفكرة أنه
نحس انه احيانا نزودوها، فهمتي يعني، تضخيم زودوا الأمور. تضخيم الامور. هذا لا يعني انه في الاونه الاخيره لم تزد العنصريه، وزادت بعض المواقف مع الاسف الشديد بدون ذكر الاسماء او جهات معينه هي التي ضخت هذه الكراهيه والحقد الموجود. فالدولة كدولة هي تحاول أنه تكسر هذا الشيء. بعض الأفراد اللي هم نقدر نقول عنصريين جاهلين، ليس كل الشعب التركي فيهم هذا، كثير منهم بالعكس فرحانين بيا واحتضنوني، مثل أسر يعني أخوة وكذا. لكن بعض منهم مع الأسف الشديد سهل التعبئة، فهمت، عبوها ببعض الأشياء، عبوها ببعض الأشياء خاطئة، معلومات خاطئة، فشحن. لما شحن صار جهل منهم يتصرف في بعض المواقف العنصرية، وليس الكل، ليس كل الشعب يعني. خرجي مثلا خارج المدن القرى، تشوفي واحد كرم الترحاب كبير. ففي مواقف وفي مواقف يعني، علاش ما نحكوش على الجانب الجيد؟ علاش ما نحكوش على الأسر كيفاش تكرمك وكيفاش تدخلك لدارها وكيفاش تفرح بيك؟ ما نحكوش على هذا الشيء ثاني. فالناس تركز على بعض المواقف، ما حصل منه ويهولوه. تشوفي موقف سيء حصل، الناس الكل تحكي عليه، كل القنوات كل الصفحات تحكي عليه. يحدث موقف واحد مليح لما نسمع به، لما صفحة تهز وتهدر لي، علاش هاد الازدواجية؟ فهمتي يعني. اوكي انا نقول لك صرات وزادت شوي، لكن بعض التهويل اللي يعني شوف فيه مبالغ فيه يعني، زودوها الناس انه تهضر بصفة وتركز على هذا الشيء. هذا لا يعني انه ما كانش كاين، وزادت عن قبل، زادت. وقلت لك يعني حتى انه الدولة احيانا كثيرة راهي تأثرت من ناحية السياحة. وأنا أعلم أن وزارة السياحة التركية راهي تحاول أنها بشتى الطرق أنها تكسر هذه الصورة النمطية، لأنها اقتصاد تركي عن السياحة، شئنا ما بينا. فتخيلي أنت لما يروح السائح العربي أو السائح خاصة العربي، بالنسبة لتركيا هي المصدر دخلها أكبر. الأوروبي ما يروحش لتركيا، راه العرب اللي يروح لتركيا، حتى في بالك يعني. السياح العرب هم اللي راهم معطين تركيا مصدر دخل كبير. فتخيلي انه هذا العربي يهرب من تركيا، الميزانية تاع الدولة حتقل، يعني حتخسر خسائر فعلا، تتراجع يعني في أرقام كثيرة يعني تراجعت فيها الدولة التركية إيراداتها من السياحة من ناحية العرب. فهذه الفكرة أنه وزارة السياحة التركية راهي تحاول أنها تكسر هذا الشيء، مثلا أنها تجيب انفلونسرز عرب، تدعوهم إلى تركيا وتعطيهم اكسبيرينس، تعيشهم أشياء من أجل أنهم يروجوا عن السياحة في تركيا وكثير من الأشياء. ولكن يجي واحد الله يهديه يعمل تصرف خطأ، لا ينم لا عن الإسلام ولا عن المبادئ ولا عن الأخلاق. أوكي، يروح يعمل تصرف خطأ مبني عن جهل وعنصرية، يهدم ما تقوم به دولة من أو فريق وكذا منذ أشهر أو سنوات، وهي موقف واحد يهدم كل شيء. مع الأسف. نورا، عندك تجربة أخرى اللي هي العمل التطوعي، حكينا على هذا الشيء خصوصا أنه كان بالخارج. عمل تطوعي بديته في الجزائر، بديته في 2005، كان عمري 8 سنين ولله الحمد. بديت في الجزائر وبفضل الوالدة تاعي اللي أسست جمعية وقتها في وركلة، ومن هناك بدأت لله الحمد. وبعدها يعني كانت أصلا تشجعني أني أدخل لكذا جمعية، مش غير الجمعية تاعنا تقول لك أنت قعدي عندي وتروحي حتى جمعية تنشطي فيها، لا، كانت هي تقول لي اسمعي الجمعية الفلانية محتاجة شكون يعاونها في كذا، روحي. الجمعية الفلانية محتاجة كذا، روحي. فهي كانت تخليني نشارك في كل الجمعيات في المنطقة، نشيطة في العديد من الجمعيات. بالضبط. ليش؟ أنها مش حابة تحتكرني ولا لا، تقولي أنت طاقة تاع خير، روحي تشاركي وساعدي في الناس الكل. ماشي معناها لازم فقط الجمعية تاعي تكسبك، لا، أي واحد يقدر، لا، حاجة خير يعني، فهمتي، ماشي حاجة تاع تنافس ولا تجارة ولا حاجة خير، فروحي ساعدي الناس الكل. فهذا الشيء اللي كانت تشجع فيها وغرسته فيها الوالدة. الحمد لله أنه حتى بعد ما خرجت أول حاجة درتها لما استقريت في تركيا، بديت نبحث عن الجمعيات، أين هي الجمعيات من أجل التطوع، يعني ما أشوفش روحي بدون تطوع. فدخلت هناك في تركيا في جمعيات وتطوعت معهم، وبدأت من هناك في السفر التطوعي إلى الخارج. رحت بدينا إلى في سوريا، وبعدها رحت بوركينا فاسو، بنغلاديش وغيرها من الأماكن، وبدأت نتطوع مع الناس، نحاول نساعدوهم وش يحتاجوا. مثلا يعني أي أعمال تطوعية؟ مثلا اكزامبل في سوريا عملنا لهم قرية وقتها، والحمد لله انه حتى بعد الزلزال اللي حصل في سوريا وتركيا القرية ما زالت سليمة ولله الحمد. عملنا لهم قرية ومسجد ومدرسة. اكزامبل رحنا أول خطرة، رحت 3 خطرات. أول مرة لما دخلنا مع الجمعية اللي كنت معاها شفناهم وش يحتاجوا، درنا صبر آراء، قلت مش تحتاجوا، دينا لهم أول حاجة ملابس شتوية، بطانيات، مثلا أغذية، سلة غذائية، كلش. وكنا نسألوهم، كنا نديروا صبر آراء، نحاول نعرفوا هم مش يحتاجوا. اكتشفنا أنه فيهم كثير منهم كانوا عايشين في الخيام. فأوكي، انتم عايشين في الخيام، نحتاجوا أنه نوفر لكم حل.
احسن من الخيمه اللي هي تصب المطر يلقاو روحهم برا، يعني حالة مزرية جدا يعني. وديجا الخيمه هكا والماء غايص، يعني تخيلي الذراري الصغار يمشوا وساقيهم كلها في الماء. فعلا مش لا هو امنا ولا هي صحه ولا شيء، يعني مقومات الحياه معدومه ان صح التعبير. فحاولنا انه نوفر لهم قريه، يعني وحدات سكنيه، كل عائله اعطيناها وحده سكنيه صغيره ما كيش تكونوا فيها يحتووا، يعني يحموا رواحهم من برد الشتاء ومن حراره الصيف على الاقل، نعطيهم شويه حياه كريمه اللي كانوا عايشينها. الحمد لله وفرنا اكثر من 750 وحده سكنيه الحمد لله، ومدرسه ومسجد لهؤلاء. وفيه كثير من المشاريع، يعني هذه كانت أول قرية، وعملنا كذا قرية بعدها يعني مع المؤسسة نفسها وفاء المحسنين الخيرية، وكملنا. يعني هما يعني مش فقط أنه خوتنا في سوريا، كان في بوركينا فاسو أيضا لما رحت اللي قلت لك عليها، كنا في رمضان جمعنا وقتها، كان حملة خيرية مع مؤثرين، جمعنا 600 وحاجة ألف دولار، يعني أكثر من $500,000 خلال شهر رمضان كامل لصالح 7 دول حول العالم. يعني كنا نحاول نساعد الفقراء والمحتاجين في أي دولة حول العالم. فهو يعني المؤمن كالغيث أينما حل نفع، وإن كاين خوك يتألم المسلم ويحتاج إلى يد العون مد يدك ليه. ماشي بالنسبة لي مش لازم أنه يكون جنسه معين أو دينه معين أو شخص، يعني أنه مد الخير الإنسانية بالضبط. يعني عاون أخيك الإنسان في أي مكان في العالم. نورا، قبل ما نختموا الحلقة تاع اليوم، عندك بعض البطاقات فيهم يعني بعض الأسئلة يعني فيهم نوع من الشخصية، حابينك تجاوبيهم علينا. البطاقات قدامك. بسم الله. جاوبي بصراحة. هذا نبدا منه ولا نبدا من الساعة؟ كيما تحبي. اوكي. السفر بمفردك في كلمة، بس كان شفتني بروح 5. اوكي كيما تحبي من رقم 1 مش ولا راكي تهربي من الإجابة؟ لا تهربي من الإجابة. شوفي، السفر بمفردك في كلمة، والله هي أحيانا مليحة وأحيانا صامتة. شوفي قبل كان نحب نسافر وحدي، بصح الحاجة اللي صامتة فيها متلقاش شكون يصورك. في البروبليم هنا يعني. وفي نفس الوقت لا أحيانا يكون السفر على حسب الرفيق. لما يكون رفيقك مليح تسهل، لما يكون رفيقك صامت ونوضش الصباح بكري وروطار توجور يعييك وكذا، بروبليم يولي ماشي سفر، هذا يولي تدمار. فعليا تخيلي تسافري مع واحد ماشي نفس التفكير تاعك انت وياه. الناس اللي ما تنوضش بكري اللي قلها رفيق سفر ما ينوضش بكري عادي، ما نقولكش هذا غلط، لا هذا مليح، هو صحيح هذا نمط حياته، بصح لازم يكون واحد كيفه. ماشي مثلا انا كي نسافر نحب نوض بكري، نحب نخرج ماكسيموم نستفاد من هذيك البلده، ما نحبش نخرج تاعني نوض وقت ما نحب ونخرج وقت ما نحب. مثلا في عوض ندير 4 اكتيفيتي 5 في ذاك النهار ندير اكتيفيتي واحده. انا قاعده مثلا اسبوع، انا بالنسبه لي اسبوع لازم كما نقولوا نحلبها حلبه عصره هذيك الرحله. فلا لازم يكون رفيق سفر مليح، والا السفر بمفردي احسن. بالعكس انه لما تسافري وحدك احيانا هو اللي يفتح لك الافق انك تختلطي مع الناس الاصليين اكثر. فهذا يعني اذا كنت مع ناس، مثلا كنت مع واحده مش حنقدر نقعد نسكن مثلا عند ناس اصليين، بالك نهزوا اوتيل ولا حاجه شغل، نحس روحي حنكون اثقل اكثر لما نكون زوج 3 في عائله. بصح وحده تقدري تحطي راسك عند عائله، ضم تدكي راسك عند عائله، لا اروح ولا نحتاجكم نقعد عندكم، فالنورمال بالنسبه لي. فالله اعلم. خلينا نفتحوا قوس صغير اللي هو على السفر بمفردك. احنا على بالنا يعني في الدين الاسلامي لازم على المراه انه يكون عندها محرم يروح معه. وش تناقشينا في خصوص هذا الامر؟ انا اول حاجه لست كفءا ولست اهلا ان نفتي. تمام، كل واحد لازم يروح للشيخ وما يروحش السوشيال ميديا يسال، وما يشوفش فيديو في اليوتيوب يسال، لازم يروح يسال الشيوخ ويبحث جيدا في الموضوع. بحكم انه انا بحثت في الموضوع تمام، مش عارفه اذا راح نحكي راح يطول ولا لا، اذا هو مهم اني نحكي هذا الشيء ولا لا نحكي. اوكي، عندنا وقت اني نهضر. الوقت حكينا وما طيب خلال بحثي يعني أنا بالنسبة لي لازم نهتم لهذه الأشياء، بحثت عن موضوع سفر المرأة بدون محرم. وفيه اللي يقول لك حلال وفيه اللي يقول لك حرام. اللي يقول لك حرام هو صح، واللي يقول لك حلال هو صح. فبالتالي فيه 2 فتاوى، لأنه هذا كان أشياء قضايا ما تقدريش تفتي فيها يعني خلاص. مثلا الخمر حرام فيه دليل من السنة، حرام. في أشياء مثلا نقولوا مثلا في أشياء خلاص باينة، في أشياء فيها اجتهادات. تمام، اللي فيه اجتهادات اللي يروحوا الشيوخ هم اللي يجتهدوا فيه
يبحثوا على أدلة. لنفترض في سفر المرأة بدون محرم اللي حرموه، اللي هو في حديث نبوي شريف يقول لك أنه حرام تسافر بدون محرم مرأة، وهذا صح. وفي نفس الوقت هذاك الوقت كان الرجل أيضا حرام عليه يسافر بدون رفقة. في حديث نبوي شريف مش حفظاته ولكن بمضمونه يقول أن الرجل اللي سافر وحده هو شيطان، والذي يساء الراكبان هم أيضا شيطانان، 3 بشي يولوا ركاب، يعني مش زوج 3 اشترطت عليهم 3. علاش؟ والعلة هذاك الوقت أو السبب تحريم السفر للمرأة وللرجل بمفردهما أنه كان وقتها أنه صعب السفر، تعرفي أشهر في الصحراء، الموضوع من أجل حمايتي أنا كامرأة أني أنا راح نتحمى، فحاشاه الله أن يأتي بشيء ما في ديننا من أجل أنه أنا مثلا يضرني أو أنا يحرمني من حاجة. في كل شيء فيه حكمة، فربي ما دام حلل هذه لحكمة وما دام حرم هذه لحكمة، في كل حاجة فيها فائدتي أنا كبشر أو كأنا كامرأة خاصة يعني. فالفكرة أنه حرم هذا لأجل حمايتي، حماية المرأة وحماية الرجل أيضا حتى ذاك الوقت. ولكن بمرور الزمن رجال أهل الدين يعني بعض منهم أفتى للرجل بالسفر بمفرده بحكم أنه صارت تسهيلات أكثر، صار الأمان أكثر وكذا. ولكن في بعض الشيوخ ما زالوا ماخذين أنه لا تسافر المرأة بدون محرم، ما زالوا مسكين رغم أنه العلة زالت تمام، أنه مسكين في نفس الرأي تاعهم، وأنا أحترم هذا، ومن يتبع هذا الرأي أيضا هو صح، هذا صح. ولكن أيضا في شيوخ أخرى، شيوخ دين أفتوا أنه هذا الشيء الآن بما أنه العلة ذهبت اللي هو الأمن والأمان، صار الحمد لله السفر أكثر سهولة والرفقة كثيرة. لما تسافري في الطيارة أنت مش وحدك، أنت معك كم شخص يعني، فهمتي؟ فأنه أنت مش مسافرة وحدك في الصحراء أنت معك ناس. فالفكرة أنه الأمان والرفقة وأنك تكوني آمنة في دينك وفي عرضك أهم حاجة، فخلاص أنه تسافري. وأيضا رجعوا إلى أدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه راح يجي وقت في زمان، مش حافظ الحديث بالضبط، لكن قال أنه راح يجي وقت في زمان أنه سترى الأمة أو العبدة اللي هي تسافر إلى بيت الله والطوف بمفردها يعني آمنة في دينها وفي عرضها. فأيضا هو استشرف هذا الزمن اللي احنا فيه الآن، فهو أيضا قال هذا الحديث حتى يسهل لنا موضوع السفر. الموضوع أنه يعني بعض الشيوخ أفتوا بأحلية السفر بدون محرم نسبة إلى هذا الحديث، أنه الرسول استشرف أنه راح يجي هذا الزمن اللي إحنا الآن نحن فيه، وفي نفس الوقت أنه سبب التحريم كان أنه مشقة السفر وصعوبته وخطر على المرأة وحفظا على عرضها ودينها. الآن صار الموضوع سهل أنه تقدر تسافر في الطائرة مع الناس أو مع أصحابها وأصدقائها وكذا، فالموضوع أنه صار أسهل وتقدر أنه مدام دينها محفوظ وعرضها محفوظ وهي مع رفقة صالحة ورفقة آمنة خلاص حلت السفر. ففي من أفتى بهذا وفي من أفتى بهذا يعني، فبالتالي مش أنا اللي نجي يعني هذا صح وهذا صح. هذه شوفوا اللي بعده. أوكي. الصحراء الجزائرية في كلمة المشكلة ما تصلحش في كلمة. ايه الصحراء الجزائرية لا ما تصلح في كلمة، شو نقول لك؟ ما تجيش هذاك ولا ما تجيش صح. صحراء أي كبيرة، صحراء أنها تسع كل شيء. نقولوا كبيرة فعلا لأنها تحوي الحب، تحوي الصبر. صحراء هي الصبورة جدا، وهذا الشيء تعلمناه منهم. الصحراء رغم أنه تشوفي فيها كرم في عز الحاجة، في عز العطش، في عز كل شيء، لأنك تجدي واحة فيها ماء وفيها ناس تشرب، كيف لها أن تأتي في تلك صعوبة الحياة لأنه موجودة واحة تعطيك في عزة حرمانك. فكرم جدا يعني وصبر جدا. تشوفي نخلة في كثبة الرملية طالع أن لها أن تصعد في تلك، لكن الله يرزقها من حيث لا تحتسب. في نفس الوقت أنه الصبر، كريمة وحنونة وصبورة، وأيضا قاسية على من يريد بها شر. جزائرنا جميلة وصحراءنا أجمل. نورة في المستقبل، نقدر نقولوا نورة في المستقبل. حابة نشوف روحي أنا نورة جزائرية التي تحاول دائما أن ترفع وتدافع عن بلدها بكل الطرق. نورة التي حملت لواء الحفاظ عن الجزائر ومشعل الأجداد، وجدي المجاهد تيجاني عيشوش الذي دائما أفتخر به رحمه الله، من علمني حب الوطن وعلمني أن أكره كل من
كل من يريد ببلادي شرا، فحتى من أراد ببلادي سابقا شرا. ما زلت مصدومة يعني في الكثير، ما قدرش نستوعب والله، مش قادرة نستوعب فكرة أنه بعض الشباب الجزائري اليوم ينسى الماضي وينسى التاريخ ويجري وراء فرنسا. الله يهديهم. كلنا نقعد نحكي في الموضوع هذا. نستخدم نورة في حياتها العادية خارج مواقع التواصل الاجتماعي. أنا إعلامية، ولكن أيضا مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر فول جوب. أيضا أنا صانعة محتوى، هذه محنة أيضا. فأنا صانعة محتوى وإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا قصدك عمل أي، ففي أشياء أخرى ما نحبش إني أصرح بها، لكن نخلوها في مشاريع قادمة إن شاء الله راح تكون، فنخلوها في وقتها، يعني كل حاجة في وقتها مليحة. في أشياء ما نحبش نهضر عليها، نحبها دائما تكون وراء الستار. أي، لكن عموما اللي أنا مصرحة بها الناس كل، أنا إعلامية وصانعة محتوى. شنو هذا السؤال؟ يا أخي رحتوا التعليقات وجبتوه. أكيد هذا اللي يدلكم من أعداد هذا السؤال مخمخ. مش هي علاقتك بالجيلاني مهرية؟ أول لقبه مهري مشي مهرية. جلالي مهرية مشي مهري ما يقربليش من قريب، يقرب لي من بعيد، بحكم أنه مهري ومهيري ومهرية كنا كامل عرش واحد. فرنسا هي اللي فرقتنا، سياسة فرق تسد، فكنا كامل عرش واحد، ولكن فرقنا في الألقاب. بعض الأشياء طفيفة ما يقرب ليش أبدا، والناس كثيرة تظنني ابنته. تعرفوا هذه بتسافر بزاف، باباها جلالي مهري. أنا جامي حياتي شفته أصلا، باباها جلالي مهري. تعرف بنته شد لكم أنا لا، يعني الله بيحفظ لها باباها بصح إن شاء الله. لا يقرب لي أبدا، يعني يقرب لي من بعيد من كيف العرش، لكن لا أعرفه ولم أره في حياتي هيك. صح، واحد السؤال التعليقات هبلوني. خلاص ما ترد على بكس الصغير. وصلت بيه المرحلة واحد تسافر منين تجيب هالدراهم؟ انت تقصي في هذه جلالي مهريه باباها حياتي كامله مريحه في الايكونومي. تقول لي منين؟ خلاص كنت شفتني راني نشوف فيها ديما في طيارتي الخاصه ماشي في الايكونومي. معليش. عادي جدا. في ختام الحلقه لربما كلمه للمتابعين نورة. متابعين نورة نحسهم أسرتي فعلا، يعني المتابعين نحسهم هكا شغل أنا في رحبة في دار واحدة، فهمتي؟ شغل أنا سافرت ونحكي لهم وش درت وش رحت وش شفت، نحب مثلا نعيش حاجة نحب ننقلها لهم. ففي بزاف ناس تتأثر يعني ترد تتعلق. مثلا تقول لي نورة، يعني مثلا تطوع كثير منهم يعني صاروا ينظرون للتطوع بشيء آخر مختلف. يقول لي نورة والله خليتينا حفزتينا نديروا عمل خيري. نورة كش ما تعرفي جمعيات، أنا في مثلا في سكيكدا، أنا في كذا قولي لي نورة وين نقدر نروح نتطوع، وش ندير، وش نقدر، كيفاش نبدأ، كيفاش كذا. إكزامبل هذا من ناحية التطوع. في كثير مثلا يقولوا لي نورة تاعت مثلا هندي رحت العمرة، أول مرة رحت العمرة ما تخيلتش كمية الناس اللي راح تتأثر بهذاك الشكل. يعني الناس تبكي معايا، تبكي معايا. يعني أنا كنت فعلا تأثرت وبكيت شغل عشتها يعني. جاتني عمرتي في أمس الحاجة إليها بشكل عمري ما ننساه. يعني عمري ما ننساه. يعني التسهيلات اللي صارت لي في العمرة تقول لهم ربي ناداني للعمرة، مشي أنا اللي سعيت لها فعليا. فأنا نقلت إحساسي الصادق خلال رحلتي من تركيا إلى العمرة ورجعت إليها. عشت كل حاجة حكيتها لهم، كل حاجة حسيت بها حكيتها لهم، فهم تأثروا. يعني وصلت المشاعر الصادقة اللي كنت عايشتها وصلت لهم وعاشوها. فكثير من السفرات يعني الترحال اللي نحب نحكيه هم يعيشوه. فجميل انه تحس انه في انعكاس جيد، تعيش الناس حاجة مليحة، تعيش الناس وش تعيش. صح يعني السوشيال ميديا مش ما نقدرش نحكي لدارنا مثلا ديما مشاكل، ما نقدرش نحكي لهم العقبات اللي تطيح فيها، مش كل حاجة تتحكى في السوشيال ميديا. فأحيانا نقولوا نعيشها وحدي، انكسارات وذيك الحوايج اللي تصرى خلف الستار نعيش وحدي. لكن عموما نحسهم أسرتي، نحسهم اللي يعيشوا معي وش نعيش، وكان جزء يعني في كل شيء. ولكن نحس انه في اشياء مشتركه بيننا كثير، يقولون هم يشبهوني وانا نشبههم يعني، فهمتي؟ فهي نحسهم احنا رانا قاعده رانا واحده، فاستمروا في الشيء كم ديروا فيه. كل واحد اذا عنده هدف معين في حياته يتعب عليه، يتطور، يقرا، يتعلم،
واكيد راح يوصل في يوم من الايام. اهم حاجه هو التخطيط، انه لازم يخطط، مش يبقى سبهلله يعني والله انا حوصل نوصل فلان البلاصه الفلانيه، ولكن انا قاعده في بلاصتي ما درت حتى تخطيط وش نحتاج باش نوصل للبلاصه الفلانيه. اهم حاجه انه لازم يخطط وش لازم يتعلم، وش لازم يعمل باش يوصل هذاك الهدف نتاعو، ويبدأ يمشي على أساسه، يعني يجزأ الهدف إلى أهداف صغيرة ويمشي إن شاء الله. ربي يوصلهم إن شاء بخير، الله. ونشوفهم كادرات كبيرة، نشوفهم ناجحين كل إن واحدة في شاء حياتها الله. ولا كل واحد في حياته، ويحققوا وش يحبوا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك نوران، شكرا أيضا لكل المتابعين. نشوفكم في حلقة أخرى مع ضيف جديد. سلام.